طفل بدر 5 سنين. المفروض دلوقتي بدر يكون مع أمه في بيتها بيلعب باللعب اللي هي جابتها له، ولكن حال بدر دلوقتي إنه في كفنه وفي تربته، والسبب الأب. أبو بدر واخد الولد معاه بعد ما طلق أمه، حرمها إنها تشوفه، كانت بتشوفه في الشارع وتطمن عليه. لجأت للمحكمة عشان ترفع دعوى ضم، لسه الولد المفروض إن هو في حضانتها 5 سنين، وبعد ما خدت الحكم لسه هتنفذه الأب وصل له خبر إن الأم هتعمل زفة وتيجي تاخد الطفل، فما كان منه غير إنه حرمها منه نهائيا. كسبتها يوم السبت، يوم الاثنين جالي خبر ابني. اتلكك للولد. عارفين اتلكك يعني إيه؟ يعني ضربه من غير سبب، يقول له ده أنت ضيعت مفتاح الموتوسيكل، وينزل ضرب فيه. طب أنت ضربته عشان الموتوسيكل، تحط إيدك على رقبته تخنقه؟ لما تتأكد إنه هو الولد مات تضربه بشومة على دماغه، وبعدين ترميه على السلم من 6 دور تدقلجه زي الكورة قدامك ولا كأنه ابنك. ايدي الاتنين خنقوا، راح ضربه بالشومة على دماغه، هنا هو في اثر ورا ودم نازل من مناخير ابني. راح رمى من على السلم بقى يجرجره لحد من السادس، احنا ساكنين في السادس، لحد الدور الارضي. الأم اللي رفعت دعوى ضم حضانة لابنه عشان يبقى معاها، مجهزة له حاجته، مجهزة له اوضته، وفرحانة وبتستنى اليوم اللي استلم فيه الولد يجي لها أخوه من الأب ويقول لهم الحقوا أبويا قتل أخويا. اخو بدر اللي انا كنت مربيه من زوجة تانية لقيته جاي انه يتوفى، وابوه هو اللي قتله. جرت الأم على بيت الزوجية، لقت الولد متمدد قدامها وملفوف في الحاف، بتقلب فيه لقيته كله زراء ودماغه مشقوقة ومناخيره بتجيب دم، وحالته وحشة قوي. يا رب ما يوريها يا رب على أي أم. مفيش واحدة تستحمل اللي هي شافته، خصوصا إن الأم دي غير أي أم. الأم دي جابته بعد 16 سنة كانش عندها إمكانية إنها تخلف، وبعد علاج طويل ومكلف قدرت تخلف الولد ده، وقالت الحمد لله ربنا كرمني. الولد كمل 5 سنين، بس جوزها طلقها. حبت تشوف الولد، منحها إنها تشوفه، وكانت بتقابله في الشارع. قالت له يا ابني إن شاء الله هبقى أجيبك بزفة لغاية البيت عندي، والناس كلها تعرف إن أنت بقيت معايا. هزفك من اول الشارع لاخر الشارع يا ابني، وهتصل بكل حبايبنا يجوا ويعرفوا ان انت بقيت ليا انا لوحدي. الأب اللي كله غل وحقد لما عرف إن هي هتستلم الولد ما هنش عليه إنه يريحها، حرمها منه، بس قتله بطريقة لا يمكن الغريب حتى يعملها. إيش حال الأب؟ إزاي يعمل كده؟ بعد ما دقلجه من الدور السادس للدور الأرضي زي الكورة ولا كأنه ابنه وبلا رحمة، قال لأخوه خد استلمه قتلته لكم. بيدي العم ممدوح بيقول له ايه، خد انا قتلته لكم. يعني هو عارف إن هو قتله، كان قاصد قتله. اللي زي ده يتسمى أب؟ اللي زي ده حد يرحمه؟ الأم اللي كانت بتتمنى اليوم اللي تستلمه فيه وتاخده في حضنها وتقول خلاص بقيت ليا يا ابني، استلمته، بس استلمته جثة، خدته بكفنه وحطته في تربته، وهي مش مصدقة إنه هي اللي بتدفنه مش هو اللي بيدفنها. لحظة صعبة جدا على أي يوم، بس أمر الله نفذ قبلي.